يوم الهندسة المصري 2014 لدينا الحلول. أول حاجة أحب أرحب بيكم في أول يوم من يوم الهندسة المصري. أول سيشن هتكون معانا هتكون بعنوان يس يو كان للباشمهندس حازم حسنين. باشمهندس حازم حسنين هو الار ان دي بارتنر مانجر في فودافون مصر، مسؤول عن الاكاديميك ريليشن شيب اند بزنس ديفلوبمنت في الار ان دي ديبارتمنت. المهندس حازم حصل على ام بي اي في السوشيال ميديا ماركتنج، بكالوريوس من هندسه الاتصالات جامعه القاهره. رحبوا معايا بالباشمهندس حازم حسنين. سامعين يا جماعة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حازم حسنين. بشتغل في فودافون من حوالي 7 سنين. بقالي حوالي 10 سنين شغال في الفيلد بتاع التليكوم. حاليا أنا ماسك حاجة اسمها الار ان دي بارتنر مانجر. شغلانتي ان انا بكونتاكت مع الاكاديميك تيمز والطلبه اللي زيكم. في حد هنا مش طلبه؟ اي حد. تمام. هنبتدي ان احنا نتكلم بالتفصيل ان شاء الله احنا بنعمل ايه مع الجامعه وايه اللي احنا الجامعه بتديه لنا. السنه دي اي دي اختارت توبيك حلو عجبني. solutions among us. السولوشنز اللي احنا شايفينها يمين وشمال عماله تتنطور حوالينا من الدنيا كلها. فودافون لما هتيجي تكلمك على solutions among us تفتكروا هتتكلم عن ايه؟ اي حد يقول اي حاجه. انت ممكن تتكلم على فكره، مفيش اي حاجه. فودافون كاش؟ ايه طيب؟ بيقول لك ماشي. ايه تاني؟ اوبريتنج ما سمعتش معلش. حلو، باندويث اكبر. ايه تاني؟ طيب احنا هنتكلم عن حاجه مختلفه النهارده ان شاء الله. مبدئيا يعني تعريف لفودافون للي ما يعرفش فودافون، يعني شركه صغيره. احنا تقريبا تاني اكبر شركه تيليكوم في العالم. حد يعرف اول شركه تيليكوم في العالم؟ اكبر شركه تيليكوم في العالم ايه؟ تشاينا تيليكوم بالحجم الطبيعي بتاعهم من غير ما يروحوا اي حته. بسم الله ما شاء الله، هم اكبر شركه في الكاستمر بيز يعني. احنا تاني اكبر شركه، حوالي نص مليار عميل بنخدمهم كل يوم، 80,000 موظف حوالين العالم، بنشتغل في اكتر من 80 دوله. في مصر الحمد لله احنا اكبر شركه. بنتكلم في حوالي دلوقتي عدينا ال 40 مليون كمان سبسكرايبر. في حوالي 1.5 دلوقتي تقريبا مليون دقيقه بنبروسسها على الاجهزه بتاعتنا في الساعه. 6500 سايت منتشرين في مصر كلها. احنا الاول في النتورك كفرج، في الرومينج كفرج، في الفويس كواليتي، وفي الماركت شير طبعا في التليكوم اندستري. بدانا من حوالي 98 كنا كليك، وبعد كده بقينا كليك جي اس ام. معرفش انتم متابعين ولا لا. بعد كده البراند ابتدت ايفولف شويه لغايه ما وصلنا للبراند بتاع دلوقتي اللي هو انتروديوست في 2007.
جوه مصر احنا ابتدينا نبقى انتجريتد جامد قوي في التليكوم انفراستراكشر بتاع معظم السيكتورز بتاعت البلد. فاينانس، قطاع خاص، قطاع عام، شركات سيرفيسز، شركات برودكشن، مصانع، كل دول بيعتمدوا على الانفراستراكشر بتاع فودافون علشان يقدموا الخدمات بتاعتهم للعميل المصري. ايه اللي بيحصل حوالينا في الدنيا دلوقتي؟ حد شاف الايفنت بتاع ابل امبارح؟ ابل. طب نبدا بمعلومه ثانيه. ابل عملت ايفنت امبارح. في تليفون جديد نزل وشويه حركات كده، حد شاف منها حاجه؟ طيب خلينا نعدي. المفروض ان في صوت هنا بس يعني في شويه مشكله في الساوند سيستم، ركزوا في الكلام. انا عايزك تاخد بالك بس من الارقام اللي بتتكتب، واقول لك معلومه لطيفه جدا في اخر الفيديو.
تفتكروا الكلام ده معناه ايه؟ ايه؟ اعلان فودافون ايه بس بكلمك بقول لك السنه دي ان شاء الله المعلومات اللي هتجنريت وهتبقى publicly published اونلاين اكتر من المعلومات اللي جنريتد من 5000 سنه. ماشي؟ تفتكروا الكلام ده معناه ايه؟ امبارح بس ابل اعلنت انها عملت اتفاقيه مع ماستر كارد وفيزا عشان تعمل حاجه اسمها ابل باي. سيبكم من شغل اي واتش والكلام ده يعني حاجات لطيفه. انما معناها ايه؟ ان انت تبتدي ان انت تخش تخلي الموبايل بتاعك يور بيرسونال ايدنتيتي لدرجه ان انت في خلال كام سنه من دلوقتي I don't believe ان العمله الورقيه هيبقى ليها قيمه بعد كده. المفاجاه اللطيفه في الفيديو ده ان المعلومات دي كانت من سنتين. كل الارقام دي كانت من سنتين. يعني اللي انا عايز اوصله لك بالسلايد دي ان الدنيا اللي انت تعرفها وانت داخل البرزنتيشن دي غير الدنيا اللي انت تعرفها لما تخرج. كتير قوي اتغير. احنا مكاننا ايه في وسط التغيير ده؟ انا ما بعتبروش تهديد. التغييرات اللي بتحصل في الدنيا دي كلها كل واحد فيهم بيقدم لنا اوبشن جديد في الحياه. كل واحد فيهم بيقدم لنا احتمال وبيقدم مشكله مستنيه واحد فيكم يحلها. فينا احنا يعني احنا الناس اللي فاتت مارك زوكربيرج. خلي الاكزامبل ده في الاخر عشان عايز اقول عليه حاجه مهمه. حد شاف لاري بيج؟ عارف شكله بتاع جوجل؟ ايه رايك في شكله؟ هو اصلا بيلبس لبس البنات. لو شفته ماشي في كامبس جامعه يعني تديله يعني انت عارف التيبيكال بروفايل بتاع الجيك المجنون اللي هو ولا همه شكله ولا همه يعني البرزنتيشن بتاعته بتقول ايه ولا الكلام اللي بيطلع منه شكلها عامل ازاي. وحتى لما تبتدي تتابعه في الكلام مشتت تماما ما بيتكلمش كلمتين على بعض. لكن الراجل ده ميلاده غير وجه التاريخ يعني بمنتهى الامانه. انا مش عارف اساسا مش فاكر مش قادر افتكر لما كنت ببقى عايز اعرف حاجه ببقى بعمل ايه قبل جوجل. اهلي كانوا بيعملوا ايه عشان يجاوبوا على اسئلتي قبل جوجل؟ انا مش عارف. انا ما اعرف. انا لولا ولادي الحمد لله لما بيسالوني على حاجه لولا جوجل كنت هبقى يعني شكلي وحش قوي يعني. في ناس عملت سايت اسمه اوتلوك بيدرس مشكله في مصر المرور والزحمه ومش عارف ايه وابتدوا ان هم يحلوا المشكله دي بشكل لا اقبال. بقى دلوقتي اوتلوك. فيسبوك عمل حاجه تانية. فيسبوك لطش فكره من صاحبه. ما كانش هو صاحب الفكره يعني بس هو اللي خدها للاخر. هو اللي مشي فيها وتعب. واحد عمل سايت وبوسته على النت وفي الاخر سابه ومشي. واحد خد الفكره وجري بيها لقدام. انا وانت بقى هنعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ الناس عندها ثقه في نفسها؟ هنقدر نكمبيت وسط الدنيا دي؟ هنقدر. انت اوريدي يو ديد كومبيت وطلعنا اوتبوت مع بعض وعملنا شغل في الفتره اللي فاتت مع بعض هتشوفوه دلوقتي. اوكي؟ انا وانتوا ده اللي هو احنا كفودافون والمجتمع الاكاديمي في الجامعه. احنا بقالنا 9 سنين بنشتغل مع بعض. عملنا ايه في ال9 سنين دي؟ في بروجكت احنا هنديكم دلوقتي امثله يمكن ما طلعتش باسمها ولا بارقامها في اي فورم تاني اتقال قبل كده. تيمبو ده بروجكت شغال دلوقتي، شغال بقاله مثلا 4 سنين حاجه زي كده. الناس اللي بيشتغلوا فيه ممكن يكونوا قاعدين وسطينا. احد كبار الاساتذه في جامعه القاهره موجود دلوقتي فيهم، هو اللي شغال في البروجكت دوت. البروجكت ده قلل لنا حاجه اسمها الDCLR
دي سي ال ار ده كي بي اي في النتورك بنعرفه احنا بان هو الكول دروب ريت او دروب كول ريت، اللي هي لما تبقى ماشي كده ومكالمه تقطع منك. مستفزه الحركه دي صح؟ لا انا عارف بتشتمونا فيها انا قول مفيهاش حاجه. احنا دايما شغالين ان شاء الله عشان نحسن السيرفيس بتاعتنا. اول لونش للبروجكت ده كان في منطقه الدلتا، قلل لنا الدي سي ال ار بحوالي 12%، وعمل لنا ريدكشن في الاكتف سيت اديشن فيلير. محدش يسالني يعني ايه، انا راجل خبره داتا، بس يعني الجراف شكله لطيف صح؟ شايفين؟ بيعمل حركات كده وبعدين ماشي ثابت يعني. فده احد الامثله بتاع شغلكم معانا. امثله ثانيه بروجكت احنا شغالين بنحضر دلوقتي لل LTE، يا رب بنقول يا رب يعني ان شاء الله الحكومه تسمح لنا ان احنا ندخله. وعاملين فيه انوفيشنز مع الجامعه، موفرين فيها 800 مان اور. الحاجه دي تول في البلاننج والاوبتمايزيشن بتاعت ال LTE، انتوا اللي عملتوها. ناس زيكم بالظبط اللي عملوها. في 2 بروجكتس كمان بنتكلم فيهم من حوالي 2 3 حصل لنا موقف لطيف. جات لنا الحكومه وبتقول لنا انتوا شغالين ايه في الاتش كيو عندكم؟ الهيد كوارتر عندنا في 6 اكتوبر. يعني مش فاهم. لانكم احنا اكتشفنا انكم بتسحبوا كهرباء اكتر من مصانع الحديد والصلب، انت بتعمل ايه؟ ها؟ والله دي ملحوظه كويسه. طبعا بعد ما تجولوا يعني في المنطقه ولقوا الحمد لله كل شيء تمام، طلعنا احنا بالكونسيرن ده للجامعه. قلنا لهم احنا بنسحب كهرباء كتير، فتعالوا شوفوا هتحلوا لنا الموضوع ده ازاي. الجامعه بعتت الطلبه باجهزه ومعدات، وابتدوا ان هم يقيسوا الباور في كل حته. جرادويشن بروجكت لطيف صغير. كل اللي عملوه ان هم شافوا اوجه الصرف عندنا في الكهرباء بتروح فين، وابتدوا يدوا ريكومنديشن منهم عجبتنا وعملناها في سنه. السنه اللي بعديها دخلنا بجرادويشن بروجكت تاني، برضو انتوا اللي عملتوه. كل الفكره كانت انت والله الاجهزه بتاعتك، انتوا الناس بتتكلم بالليل مش زي ما بتتكلم الصبح، وبتتكلم في العيد مش زي ما بتتكلم بره العيد، وبتتكلم على طرق الصحراوي مش زي ما بتتكلم جوه. ففي سيزوناليتيز في الترافيك. فمش منطقي ان انت تبقى فاتح التكييف 24 ساعه على نفس الدرجه، صح؟ ملحوظه بسيطه جدا اللي لاحظها ناس عندكم. اشتغلنا عليها ووفرنا حوالي 12 مليون جنيه بملحوظه من عندكم سنه. بروجكت تاني كان فيه برضو احد الشركات الاجنبيه بتيجي تعمل لنا ريبورت على الرومينج. الرومينج مشكلته عندنا ان احنا ما بنعرفش لما بنلوز الرومر اللي هو بيبقى الراجل عامل تجوال. لما الشبكه مثلا عندنا بتقع، بيقوم مثلا الراجل محول على اتصالات او فودافون او سوري موبينيل. احنا ما بنعرفش هو بيلوز لمين، يعني مين السكند بس بتاعنا، ولما بيجي لنا بيجي منين. الراجل كان بيجي يعمل الكلام ده مرتين في السنه، وبياخد له مثلا 150,000 يورو في المره، ويتكل على الله. طلبه زيكم بالظبط قعدوا 4 شهور عملوا البروجرام ده. طبعا مش الهاردوير، احنا جبنا لهم الهاردوير اللي هم عايزينه، وبيعملوا الكلام ده دلوقتي. بيشتغل كل يوم في فودافون، كل يوم مش مرتين في السنه. عندنا براءتين اختراع لطلبه زيكم برضو اتسجلوا خلاص، وعندنا 3 في السكه. احنا في دي كانت المشاريع اللي هي احنا بنفخر بيها قوي. في حاجات اكتر من كده بكتير، في ارقام اكتر من كده بكتير. احنا بنتكلم على مدار 9 سنين في التعاون مع الجامعه. احنا بنتعاون مع اكبر 5 جامعات في مصر. كل المشاريع احنا بنتعامل عاده مع كل جامعات مصر. كل الجامعات اللي بيجي لنا منها فكره حلوه بنبتدي ان احنا نتعاون معاها. لكن لما بنطلع افكار من جوه لبره، عشان احنا عددنا محدود جوه فودافون، بنحاول ان احنا يعني نقلل شويه الناس اللي بنتعامل معاهم.
فبنتعامل مع جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه اسكندريه، الاي يو سي، الجي يو سي، طبعا الاي تريبل اي احنا معاهم من زمان. وبنتعامل مع الاي تي ده والان تي ار اي، هقول لكم في ايه بالظبط دلوقتي. اشتغلنا مع اكتر من 1000 ستودنت، عيننا منهم اكتر من 100 في التكنولوجي عندنا. بنتعامل مع اكتر من 150 عضو هيئه تدريس على مستوى مصر. 130 بروجكت اشتغلنا فيهم، اللي احنا قلنا منهم شويه امثله من اللي فاتت دي. تقريبا بنصرف حاجات احنا بنعتبرها مش كتير على المجتمع العلمي، وبيجي لنا اكتر منها بكتير بالتعاون مع الناس عندكم. الحمد لله بنقدر نفيد ونستفيد. وزي ما قلنا براءتين اختراع ومعملين دلوقتي موجودين فاندد باي فودافون في جامعتين من جامعات مصر. مش بس الكلام اللي انا قلته لكم ده اللي حصل، احنا بنتكلم على كي بي ايز في النتورك. كي بي ايز اللي هي الحاجات اللي احنا بنقيس بيها جوده الشبكه بتاعتنا. قدرنا ان احنا نحسن فيها، كل رقم من دول دخل فيه مش اقل من 3 او 4 بروجكتس. 3 او 4 بروجكتس بيتكلم، البروجكت الواحد بيتكلم حوالي مثلا 5 ستودنتس. يعني احنا بنتكلم في كل رقم من دول اشتغل عليه مجموعه بحث بتتكون مثلا في الافرج 30 واحد على مدار سنين. قللنا الفيلير ريت في الكولز في ال 3 جي 25%، 15% في ال 2 جي. زودنا الداتا فوليوم بنفس الاجهزه اللي موجوده اللي احنا نقدر ان احنا نستوعبها في النتورك 11%. حسنا شويه ظروف كده في الراديو كونديشنز. في السكه ان شاء الله بنحاول ان احنا نشتغل في حاجه اسمها السيلف اوبتمايز نتورك، بعضكم يمكن يعرفها وسمع عنها. عايزين نشتغل في السمارت انتنز. في فريق بحثي قوي جدا شغال في حته السمارت انتنز دي، وكانوا ناس منكم اللي طلعوا لنا فكره انجزلي. ما اعرفش كام واحد فيكم يعرف انجزلي؟ تسلم، ربنا يكرمك. كل ده كان نتيجته ان احنا على مستوى العالم في فودافون، احنا قلنا احنا كنا بنشتغل في حوالي 80 دوله. اللي بيشتغل ار ان دي في فودافون مش 80 طبعا، اللي بيشتغل ار ان دي هم الدول دي، امريكا، اوروبا، والهند، وجنوب افريقيا. انتوا حطيتونا على الخريطه. المجتمع العلمي المصري هو اللي حطينا على الخريطه. قدرنا ان احنا نثبت ان احنا بنطلع اوتبوت زي اللي بيطلع بره. احنا بنسبورت الكلام ده ازاي بقى؟ فودافون بتعمل ايه علشان تقدر ان هي تنمي الكلام ده؟ احنا لما بدأنا في مشاريع التخرج في حوالي 2007 بدأنا بحوالي 11 مشروع 12 مشروع. مشروع واحد منهم كان فكرته جايه من جوه الجامعه. واحد من 12. وال11 مشروع التانيين كنا احنا اللي قلنا فكرته للجامعه. السنه اللي فاتت كنا بنشتغل، جات لنا حوالي الافكار الكويسه يعني 31 فكره. 5 منهم بس من جوه فودافون. الباقي كله جاي منكم. ليه؟ لان احنا ابتدينا نعرف بعض. ابتدينا نعرف المشاكل اللي جوه في النتورك، ابتدينا نعرف البيزنس شكله عامل ازاي. التكنولوجيز ابتدوا يبصوا الناس في وخصوصا اعضاء هيئه التدريس، هم بصراحه ساعدونا قوي في القصه دي. ابتدوا ان هم يبصوا بره ايه الحلول لمشاكلنا. فابتدت الحلول تطلع من الجامعه اكتر ما تطلع كمان من جوه المؤسسه اللي احنا شغالين فيها. بدانا في 2006 بكورسات اسمها الوايل اي. حد سمع عن الوايل اي؟ وايل اي دي شويه سوفت سكيلز كورسز كانت بتتاخد، دلوقتي بتتعمل مع جمعيه علشانك يا بلدي. احنا اللي بدأناها في الجامعه. وعملنا كورسات تكنيكال سكيلز، الحاجات اللي احنا كنا شايفين ان الناس متخرجه من الجامعه مش فاهماها قوي. ابتدينا ان احنا ندرب الناس دول على مدار من 2006 لغايه دلوقتي. عملنا حوالي 14 راوند اتدربنا فيهم 800 واحد، وان شاء الله هنحاول ان احنا نافيل التريننج سيشنز دي اونلاين في المستقبل. احنا عملنا لابس في الجامعات علشان بننفست في الكابابيلتيز بتاعت الستودنتس بتاعتنا والاعضاء هيئه التدريس. عملنا لاب لفويس كول سيميليشنز، فيكسد سيرفيسز سيميليشنز، واي بي انفراستراكشر سيميليشنز. مؤخرا في لاب ال تي اي راح لجامعه عين شمس. وان شاء الله في المستقبل احنا شغالين على جامعات اكتر وتكنولوجيز اكتر وسيرفيسز اكتر. من 2007 بدانا البروجرام بتاع دعم مشاريع التخرج. مشاريع التخرج احنا بندعمها بالفلوس اللي بتحتاجها المشروع.
وبيبقى ليها تكنيكال منتور من فودافون، واحد هو اللي فاهم تكنيكلي في القصه اللي شغال فيها المشروع، وبندي لهم الدوكيومنتيشنز بتاعت الحاجات دي، وبندي لهم الارقام من على النتورك لو ما فيهاش بيانات عن العملاء، سريه العملاء طبعا محفوظه، وبندي لهم التولز اللي بيحتاجوها في الديفلوبمنت بتاعهم يعني. في 2010 طلعنا اكبر من كده شويه، الناس ابتدت تطلع افكار احسن من كده، عايزه وقت اطول من مشروع التخرج، عايزه كابابيلتيز اكتر شويه من الحاجات اللي يعرفوها الناس في سنه رابعه، فبدانا دعم مشاريع البحث العلمي من 2010 مع الايتيدا والان تي ار اي. بيبقى البروجكت اكبر، الميزانيه بتاعته اكبر، في ميزانيات بتوصل حوالي 2 و3 مليون جنيه. التمويل بيبقى مشترك ما بين ايتيدا وان تي ار اي واحنا. في 2008 برضو ابتدينا ان احنا ندعم قصه الموبايل ابس. فودافون على مستوى العالم بتنظم مسابقه للموبايل اب ديفلوبمنت، اتغير اسمها على مدار السنين، كنا بدانا باسم فيتا فاين، بعد كده رحنا موبايل فليكس، بعد كده فودافون اب ستار. فودافون اب ستار هو الاسم الحالي بتاع دلوقتي. عملنا فيهم، مصر دخلت في 2 راوندز فيهم، عملت 38 ابلكيشن، عملوا حوالي 100,000 هيت، الرقم ده كمان كبر دلوقتي، ممكن يكون وصلنا حوالي 250,000 داونلود. في الفترة اللي جاية كمان، معرفش انتوا تعرفوا عن حاجة اسمها فودافون زون ولا لا. فودافون ابتدت انها تفند مش بس مشاريع تخرج، احنا ابتدينا ان احنا نفند شركات ناشئة. الشركات الناشئه دي زي مين؟ في ناس مثلا اسمهم يوزر توك، دي ناس كلها يا جماعه ما اعرفش انتوا هنا سنه رابعه ولا اقل من سنه رابعه؟ اغلبكم اقل؟ طيب يعني اكبر منكم، الناس دي كلها اكبر منكم ب3 4 سنين. اتخرج وقضى مثلا سنه او 2 بره وما عجبوش الشغل في الشركات وبتاع، وان هو يبقى موظف، وقرر ان هو يعمل فكرته. يوزر توك ده واحد الكاستمر بتاعه مش انا وانت، الكاستمر بتاعه الديفلوبر بتاع الموبايل اب، بيديله اي بي اي، الاي بي اي ده انتجريته جوه الموبايل اب بتاعه، بحيث ان الابلكيشن اللي انت بتديفلوبه تقدر ان انت تعمل منه كولز، داتا كولز. ده فاندد باي فودافون. كنجن ده حاجه زي جوجل كده، بس يعني ما تقدرش تقول عليها جوجل، هو think of it as جوجل، يعني داخل فيه سيري. عارفين سيري؟ تمام؟ عندنا اجزخانه فيرست اونلاين دراج ستور في مصر. ايفنتوس ده مخصوص علشان بينظم الايفنتات، حاجه كده زي دي كده بس اونلاين. اشتري ده اونلاين ستور برضو، بس ما هوش مش مخصص للاجزخانات، نطاقه اوسع من كده شويه. السينما دوت كوم، عارفين اي ام دي بي؟ اي ام دي بي ده السينما دوت كوم، ده اللي هو الاي ام دي بي بتاع الحاجات الشرق الاوسط يعني. اوبرا ده لسه هيلونش قريب ان شاء الله، حاجه كده زي ايزي تاكسي كده. اوكي؟ طيب انت عندك فكره وعاوز ان انت تتعاون مع فودافون فيها. اقول لكم الصراحه، احنا في عندنا كونسيرن يعني شايفينه في اغلب الافكار اللي بتجيلنا. انا هشتكي لكم شكوى، والشكوى غير لا مزال. انا كنت حاضر في مره على مشروع تخرج مفروض ان احنا كنا بنعمله سبونسر. السنه دي كنا يعني كان فيها شويه ظروف انترنال جوه فودافون كده، ما كناش مركزين قوي. بنشوف يعني الشباب دي عامله ايه؟ قلت لك يا عم 5 بنات في منتهى الذكاء، انا اعرفهم من قبل كده يعني، احنا كنت دخلت معاهم في الايفالويشن في الاول يعني، وداخلين المفروض ان هم بيبريزنتوا مشروع ان هو بيقيس نبض القلب للناس اللي عندها ازمه، بحيث ان هو ينوتيفاي قرايبهم لو حصلت مشكله. فدخلوا بشنطه وبعدين لقيت واحده بتقول معلش يا فندم، هو الحمام فين؟ ايه هو في ايه؟ لا معلش اصل هلبس الجهاز. ماشي اتفضلي. فلقيتها جايه بحاجه تقريبا بتتلف حوالين الصدر كده،
نازل منها 3 سلوك وواصله براسبري باي. وعارفين الراسبري باي؟ الراسبري باي دي حاجه كده اللي ما يعرفهاش بتسيميليت الكمبيوتر بس على صغيره. حاجه زي مايكرو كنترولر كده بس فانكشناليتي صغيره. والراسبري باي ده واصل بيه يو اس بي مودم. واليو اس بي مودم واصل بموبايل. وبعد كده رفع الموبايل كده على ايديها وانتوا شايفين نبض القلب. طب هو حضرتك ما تعرفيش ان في حاجه اسمها بلوتوث؟ تاخد من هنا لهنا على طول. طب بعد نبض القلب في ايه؟ لا الحمد لله زي الفل كده زي الفل. ان شاء الله في البروجكت التاني لما نكمل. عندي مشكله في الحته دي في ان كتير قوي 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 من الافكار اللي بتجيلنا مش بتبقى عامله ريسيرش هي الدنيا فيها ايه. هو ايه اللي اخر ما توصل اليه العلم؟ انا ما عنديش مشكله انك تبقى محدد هدف للمشروع ان انت عايز تتعلم كونسبت علمي معين. فاين، بس ده ملوش بزنس بارتنر. يعني ده ما تخشش بيه الشركه تقول والله ده هيفيدك. لا. انت عايز تتعلم حاجه فاين. ده هدف كويس قوي من اهداف مشاريع التخرج، لكن ده مش هدف بزنس. احنا عايزين حاجه يقدر المستخدم اللي زيي وزيك يقدر ان هو يستفيد بيها. سواء ان احنا بحسن له حاجه في السيرفيس بتاعتنا او ان هو بيتوصل له سيرفيس جديده. فتعرفوا الهيرمان برين موديل؟ هيرمان ده عالم الماني صنف الناس في طريقه تفكيرهم لاربع طرق تفكير. طريقه تفكير البلو اللي هي الراشونال، اللي هي اغلب العلماء اللي بيبص على الواقع ويقدر ان هو يشوفه ويحلله. طريقه تفكير الجرين المنظم الكنترول فريك اللي هي اغلب المهندسين يعني، اللي بيعرف يعمل بلان حلو قوي وبيعرف ينفذها. طريقه تفكير اليالو ده الراجل بتاع الاستراتيجي اللي بيحلم. تمام؟ تلاقيه كل شويه يفصل كده هون ويفكر في حاجه جديده. ده طبعا الامثله الاكستريم. طريقه التفكير الرد اللي هي بتاعه الراجل بتاع الناس، كريمه الحفلات، اللي بيحب يسوشيالايز، اللي ليه اصحاب في كل حته فيك يا مصر. تمام؟ دي طبعا الامثله الاكستريم، لكن مفيش تيم علشان يطلع برودكت محترم او سيرفيس محترمه مش محتاج الاربعه. فلو انت حتى مش قادر تجيب في تيمك ناس تقدر تكفر الاربعه، لازم انت تبقى واعي ان انت هتحتاج تكفر الاربعه. محتاج تبقى عارف ايه المشكله. ايدنتيفاي المشكله كويس قوي. واشتغل على الماركت ريسيرش بتاعها علشان ما تلاقيش حد وهو انت بتقدم له الفكره ويقول لك ايه؟ والله معموله قبل كده. معموله قبل كده ما تقفش. انت بس محتاج ان انت تقول طب الخطوه اللي بعد اللي معمول ده ايه؟ انا هعملها. وبتحصل. Your vision، انت عايز توصل لفين؟ الكلام ده عايزه يعمل ايه؟ عايز تاخد بيه شهاده ولا عايز يبقى برودكت ويتنفذ؟ فيز ذا بلان الهاو، الناس الجرين محتاج نعرف تايم بلان، هتخلص ايه؟ امتى؟ الديليفربلز بتاعته ايه؟ 1 2 3. مين التيم بتاعك بقى في اخر حاجه؟ قول لنا انك تقدر تكون تيم، ان انت تقدر تشتغل فرد في فريق. معلش انا اسف انا متاخر بس يعني احنا خلاص بنراب اب يعني. بس ده السايت بتاعنا vodafone.com.eg/R&D. اللي عايز ان هو يكونتريبيوت معانا ان شاء الله في السنين اللي جايه يبتدي يبعت افكاره على السايت ده. شكرا. اي اسئله؟ اسئله في السريع عشان انا بينزلوا لي من ربع ساعه. ايه؟ 3G الجيل الثالث. الايه؟ لا احنا شغالين بيها دلوقتي. احنا الجيل الرابع لسه ما دخلش. ال LTE امتى؟ لا السؤال ده يوجه للحكومه. احنا جاهزين. انما هي رخصه بتديها الحكومه للاوبريتورز. حاجه فخيمه. بحب قوي نشكر باشمهندس حازم وعلى التوك الهايله دي، ويا ريت تقبل مننا حاجه بسيطه من EATC. عنده اي اسئله تاني؟